السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة رسالتي مش عن الطيبات، آه، ولا متبع الطيبات ولا معارض الطيبات. أنا رسالتي في الفوائد الاقتصادية لنظام الطيبات، ورسالتي موجهة لفخامة رئيس الجمهورية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ضياء العوضي، الدكتور ضياء العوضي رحمة الله عليه، الحاجات الأساسية في نظام الطيبات هي الحبة الكاملة، القمح، وبلاش فراخ والكلام ده، واللحمة والبطاطس والرز. دي المكونات الأساسية للنظام. فأنا بناشد معالي فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي شخصيا يجرب النظام ده ويشوف فوائده الاقتصادية والصحية على المواطن المصري. اقتصاديا، فإحنا هنوفر مليارات الدولارات من استيراد أعلاف وأدوية الدواجن. ثانيا، هنوفر مليارات الدولارات من استيراد القمح. احنا بنستورد من 10 ل 14 مليون طن قمح سنويا، واحنا عندنا في مصر بيئة ملائمة لزراعة القمح. زراعة القمح ما بيحتاجش ميه كتير، محتاج رجالة وأرض، واحنا عندنا أرض ورجالة. لو بصيت في العالم كله على أرض ورجالة، مصر هتطلع الأولى عالميا. أنا لفيت نص بلاد العالم وبقول لحضرتك يا ريس، مصر الأولى عالميا في الأرض والرجالة بجد. فإيه رأيك نبطل زراعة فواكه طالما كلها طلعت مضروبة الموسم ده، إن كان بطيخ ولا فراولة ولا كانتالوب ولا حاجة، كل الحاجات اللي بتترش بقى وتجيب أمراض. فهنبقى ضربنا يجي 20 عصفور بحجر واحد. هنوفر مليارات من استيراد مكونات صناعة الدواجن، لأن هي صناعة من أعلاف وأدوية وحاجات زي كده. هنوفر مليارات من استيراد القمح. هنوفر مليارات من استيراد المبيدات والأسمدة الكيماوية لزراعة الفواكه. هنعمل اكتفاء ذاتي، وبلاها الفراخ، ما الشعب ياكل لحمة ريس. احنا لما نزرع قمح ورز وبطاطس ونربي عجول، الشعب ده مش عايز حاجة تاني. العجول هتاكل بقى، هتاكل من التبن اللي هو الساق بتاع عود القمح، وهتاكل من الذرة، وهتاكل من الرز، واحنا ناكل، وبعد كده ناكل العجول. يا ريس غمض عينك لمدة دقيقة واحدة وتخيل المنظر ده. حضرتك كنت برضو في مدارس حكومة زي حالاتي، هتقدر وهتحس اللي انا بقوله. تخيل يا ريس بعد ما نعمل اكتفاء ذاتي من اللحمة، والفراش داخل على الاطفال اللي في 6 ابتدائي ولا اولى اعدادي، بدل ما يدخل بقى بيضه وحته جبنه ونص رغيف، يدخل لهم كده الاربع عيال قاعدين على التخته. لان عندنا ازمه مدارس، دي مش هلوم حد فيها يعني، احنا كتير. يجي الفراش داخل في حصه التغذيه، بدل ما يدي لكل واحد بيضه وحته حلاوه، يقوم جاي فارد حته لحمه على التخته للعيال، لحمه مشويه كده، والعيال ايديها جنبها كده وعمالين ياكلوا في اللحمه كده وهي على التخت. تخيل يا ريس الواد ده يطلع من المدرسه عامل زي هو مروح اسد واكل لحمه. هيطلع واكل بيض بقى، ويقعدوا يعموا بعض في الفصل. والله يا ريس كنا بنعمه يعني. فهنوفر مليارات الدولارات والله، وهنعمل اكتفاء ذاتي. من ملك قوت يومه ملك حريته. جرب يا ريس، نجرب سنه، مش هنموت والله، ما هنموت. هنوفر استيراد قمح، احنا مصر الاولى عالميا في استيراد القمح. هنوفر استيراد قمح، استيراد مبيدات وادويه واسمده. هنوفر استيراد اعلاف. هنوفر فرص عمل في المزارع والحاجات دي. وهنوفر في الادويه بقى ايه، نص ميزانيه مصر راح على الادويه. يبقى وفرنا وطلعنا شعب صحيح، وكيلو اللحمه في مصر هيبقى ب10 جنيه. لما تبدر مصر بطله
وتمنع مش تمنع تحريم ذبح العجول الصغيرة، ونستحمل لمدة سنة. يا نهار اسود، هتلاقي اللحمة دي بتترمى في الشارع. هنصدر لحمة يا ريس. سيبك من كل اللي انا قلته حضرتك ده يا ريس. تخيل منظر العيال وهي قاعدة على التختة بتعضعض في حتة اللحمة. يعني حلم. والله هو الفيديو جدي هزلي، ويا رب حد يسمعه ويقتنع بيه. يعني ممكن، محدش عارف والله. ما هو نيوتن كان قاعد والتفاحة وقعت قال لك ده في جاذبية، يعني هي الحاجات بتيجي كده يعني. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. معاكم أخوكم إبراهيم رزق من أمريكا. دمتم سالمين، سلام عليكم.